السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعضينا الكنافة. هنعملها بقى بطريقة مختلفة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. تعالوا بقى مع بعض نشوف المقادير بتاعتنا. عندنا 3 معالق عسل او سيرب تقيل. عندنا ربع كيلو كنافة. الكنافة دي كانت عندي في الفريزر، طلعتها سبتها بره التلاجة شوية لما فكت. الكنافة دي طبعا هنقطعها قطع صغيرة. عندنا نص كوب كريم شانتيه. الكريم شانتيه ده احنا هنحط عليه نص كوباية مية، معلقة سكر. عندنا كوباية سمنة، طبعا لازم سمنة بلدي. هنبدأ بقى نقطع كنافة. وبعد ما قطعنا كنافة بقى بتاعتنا، حطينا السمنة على النار، قطعناها زي ما انتم شايفين كده قطع صغيرة. هنبدأ بقى نحمرها في السمنة. طبعا السمنة دي مش كتير ولا اي حاجة، احنا هنحمرها، والسمنة دي كده كده هنصفيها برضو من عليها. هننزل بقى بالكنافة بتاعتنا. اهم حاجة نخلي بالنا عشان ما تتحرقش مننا. طبعا انا مهديه النار عليها عشان الكنافة مش بتستحمل النار. وهنقلبها، هتبدأ بقى تطرى معانا شوية، بس مع التقليب هترجع بقى تنشف معانا. هنكمل بقى تقليب الكنافة. احنا بنحمرها لحد ما لونها يبقى ذهبي. لازم ايدنا تكون فيها عشان الكنافة مش بتستحمل النار. لو علينا عليها النار وما قلبناهاش ممكن تتحرق مننا. شايفين الكنافة بدأت اهي تاخد لون معانا. هنقلب. طبعا ايدنا لازم تكون فيها. ان شاء الله لو جربتوها بالطريقة دي هتعجبكم. طريقة مختلفة جدا عن اللي بنعملها على طول. هنفضل نقلب الكنافة لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي الجميل. قربت تاخد اللون بتاعنا اهي. طبعا احنا محطيناش حاجة خالص غير السمنة بس والكنافة. مش هنضيف عليها اي حاجة دلوقتي غير لما تحمر معانا او تاخد معانا اللون الذهبي الجميل. وهنكمل تقليب. ادي الكنافة بتاعتنا اهي بعد ما اخدت اللون الذهبي الجميل. شايفين لونها تحفة ازاي؟ هنبدأ بقى ننزل عليها بالسيرب بتاعنا. لازم السيرب بتاعنا يكون تقيل. وهنقلبها. طبعا السيرب ده هو اللي هيخليها تبقى متماسكة معانا بعد كده اما نيجي نشكلها. عشان كده لازم السيرب يبقى تقيل. هنخليها بقى على جنب كده ونعمل بقى كريم شانتيه. الكريمة دي نص كوباية، هنحط عليه نص كوب مية ومعلقة سكر. بعد ما ضربنا الكريم شانتيه بقى بالشكل ده. شايفين القوام بتاعه؟ هناخد بقى معلقتين من الكريم شانتيه وهننزل على الكنافة بتاعتنا. طبعا الكريم شانتيه ده عشان يخلي الكنافة بتاعتنا تبقى طرية، ما تبقاش مقرمشة بعد التحمير. هنقلب بقى الكريمة بتاعتنا مع الكنافة.
هنفضل نقلب لحد ما الكنافة بتاعتنا تتغلف بالكريم شانتيه وما يظهرش معانا الكريم شانتيه. بدأت اهي تشرب الكريمة. هكمل بقى انا بعد ما الكنافة بتاعتنا شربت الكريمة زي ما انتوا شايفين، هنزل عليها بقى بحبة فول سوداني، معلقة كبيرة فول سوداني مكسر او مجروش، وهنقلب. هنرجع بقى نشكل الكنافة بتاعتنا. هنجيب الطبق اللي هنقدم فيه، وانا عندي القالب ده او الشكل ده، دي لعبة بتاع اطفال، فانتوا لو عندكم القوالب اللي هي بتاع السابليه او لو حتى غطا برطمان، اي حاجة يكون ليها حرف هنعمل فيها. ما توقفوش نفسكم عند اي حاجة، اي شكل عندكم هنشتغل فيه. هنبدأ بقى نشكل الكنافة بتاعتنا. انا بكبسها كده اهو في قلب العلبة دي او في الشكل ده. طبعا السمك ده انتوا اللي بتتحكموا فيه، لو عايزين الكنافة بتاعتنا تبقى طبقة سميكة فبنزود، عايزينها تبقى طبقة متوسطة مش بنزود. هنبدأ بقى نكبسها كده، لازم نكبسها جامد عشان تمسك بعضها، عشان تدينا الشكل اللي احنا عايزينه. انا بضغط عليها بايديا جامد. هننزل بقى بيها في الطبق التقديم بتاعنا اهي، بتبقى معانا بالشكل ده. هكمل انا بقى التشكيل الباقي وارجع اوريكم الشكل النهائي. ادي الكنافة بتاعتنا اهي بعد ما شكلناها بقى شكلها جميل. طبعا زينتها بالكريم شانتيه وحطيت عليها انصاص البندق. بتمنى بقى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، واتمنى بقى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.